السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شايني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي ياريت تنوريني تشتركي في القناة، فعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. لايك حلو منك يفرحني ويشجعني. النهاردة يا بنات هعمل لك طريقة ماسك جميل جدا يوحد لك لون بشرتك، يزيل لك التجاعيد، يفتح لك البشرة، مقشر، يعتبر مقشر وماسك في نفس الوقت. العبارة عن ايه يا بنات؟ معلقة من الزبادي، عليهم معلقة من الترمس المطحون. الترمس المطحون يا بنات بيقفل التجاعيد، بيفتح البشرة، مقشر طبيعي بيشد البشرة وبيرطبها. الزبادي بيرطب وبيفتح وبيعالج التصبغات، بيدي نضارة وبيمنح نضارة كده ومرونة للبشرة، بيحارب التجاعيد وعلاج للالتهابات، مرطب فعال جدا يا بنات ويهدي الالتهابات. لبن البودرة بقى بيزيل الخلايا الميتة، بيوحد لون البشرة، بينعمها، بيعتبر غني بحمض اللاكتيك، عشان كده هو بيعتبر مقشر طبيعي. كمان بيعيد إشراقة البشرة ونضارتها وتفتحها. ده لبن بودرة خدنا منه معلقة على المعلقة من الزبادي. بعد كده يا بنات بناخد ايه؟ معلقة صغيرة كده من العسل بيرطب البشرة، بيدي تفتيح، بيدخل في اغلب مستحضرات التجميل يا بنات، عشان هو زي ما قلت لكم بيدي تفتيح وترطيب للبشرة، بيحارب كمان بيعالج حب الشباب. علاج حلو جدا العسل يا بنات لحب الشباب، عشان هو مرطب حلو جدا. معانا ايه يا بنات؟ هنضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون بيدي ترطيب، بيحتوي على فيتامين اي، بيقلل التجاعيد، غني بمضادات الاكسده، بيقلل الاجهاد وتاكسد البشره، بيحفز انتاج الكولاجين في البشره. هاخد منه مقدار برضو معلقه، واخلط كل المكونات كده يا بنات مع بعض بالشكل ده. ماسك حلو جدا يا بنات، هتحطيه على بشره نظيفه، يا ريت تكون عامله لها تقشير. ممكن زي ما قلت لكم بالتفل بتاع القهوه، لو مش عندك تفل القهوه تاخدي حبه قهوه عليهم حبه سكر او رز مطحون، وتحط عليهم حبه اي زيت عندك، زيت مناسب لبشرتك، زيتون، جوجوبا، لوز حلو، اي زيت عن جوز هند، تعمل بيهم تقشير. وعملت لكم مقشرات كتير قبل كده على القناه يا بنات، ارجعوا شوفوها. بالطريقه دي خلصنا الماسك بتاعنا يا بنات. اسيبكم على خير وارجع لكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.